اهلا بيكم، انا دكتور الاء وده صوم وتصح. تفتكروا ليه بعد ما بتخلصوا فطار في المغرب بتلاقوا نفسكم خملانين وعايزين تناموا ومش قادرين حتى تقوموا تصلوا التراويح؟ هل ده الطبيعي عشان انتوا كنتوا صايمين؟ الاجابه لا. الحقيقه ان ده بيحصل لما انتوا بتاكلوا كميات اكتر من احتياجاتكم. طبعا احنا رمضان بالنسبه لنا شهر اكل، كنافه، بسبوسه، حلويات كتير، عصاير اكتر من 5 انواع، زائد الاكل، الطواجن بقى والاصناف والحاجات. كاننا بنفتري في رمضان، كاننا بننتقم من جهازنا الهضمي في رمضان، مع ان رمضان اصلا ربنا خلقه لينا لتهذيب النفس والاحساس فقير والاحساس بالجعان والاحساس من الناس اللي مش لاقيه تاكل، مش عشان نفتري ونخزن في الاكل، ناخد كل الاكل اللي موجود في السوق ونروحه البيت من تلاجاتنا مش مكفيه، لفات سكر، لفات رز، الحاجات الكميات الكبيره دي مش اخلاق رمضان يا جماعه، والله دي مش اخلاق رمضان. اخلاق رمضان ان احنا ناكل كفايتنا، نتصدق، ندي الفقير اللي مش لاقي اصلا حاجه يفطر بيها ولا يتسحر بيها، نحاول نبقى كلنا زي بعض ونمد يد العون لبعض، نهذب نفسنا بالعبادات. يعني رمضان اصلا شهر عباده، اهم حاجه فيه العباده، فما ينفعش نعمل حاجات تمنعنا اصلا عن العباده. يعني انت لما تاكل الكميات الكبيره دي في المغرب هتحس بانتفاخ وثقل وخمول ومش قادر تتحرك، ولا هتقدر تقوم تصلي مغرب ولا تصلي تراويح ولا عشاء ولا قيام ليل ولا تهجد ولا فجر، وطبعا هتقعد تتفرج على التلفزيون لحد الفجر. فكده القيمة المرجوة من رمضان خلاص راحت. فنبتدي ناكل شوية صغيرين، نبتدي ببلح ومية، بعد كده نصلي المغرب، بعد كده نرجع شوربة خفيفة بروتين، حاجة بسيطة. لو احنا بنحب الحلويات قوي مش هنقدر نستغنى عنها، يبقى ما تزيدش عن كده، قطع قد كده، نوع واحد، مش لازم يا جماعة ناكل 100 نوع. انتوا كده بتدخلوا كمية اكل كبيرة الجسم، فالدم كله بيدخل بكثافة للجهاز الهضمي، مخك وعضلاتك هتبقى الصفر او كميه صغيره قوي اللي وصلها من الدم، فلا انت ولا قادر تتحرك ولا قادر تعمل حاجه، وفي نفس الوقت هتحس بخمول وانك عايز تنام. فيا جماعه ارجوكم، رمضان شهر عباده، ما ترهقوش جسمكم. برضو الجسم لما بيبقى واخد فتره اجازه مثلا من الفجر لحد المغرب مفيش اكل داخله وتدخله فجاه، انت عارف انت بتعمل ايه في جهازك الهضمي؟ انت بتصدمه، انت بتصدم جهازك الهضمي، فمش بيبقى عارف انا هعمل ايه، يعني مش عارف يعمل ايه ولا ايه، يفرز انزيمات لمين ولا مين، يبعت عصارات لمين ولا مين، كل الحاجات داخله في نفس الوقت. يمكن الكلام ده ما بيحصلش في الايام العاديه، يعني الايام العاديه مش دايما في حلويات على الاكل، الاكل بيبقى مختلف شويه، لكن في رمضان بتلاقي كله بيتحط على السفره مع بعض، حلويات وفاكهه وعصير واصناف بقى وبروتينات ونشويات كتير، سمبوسه وبشاميل ومش عارفه ايه واصناف كتير يعني. فده انتحار، ده انتحار مش صيام. المهم الخلاصه ان احنا ناكل كميات قليله ونوزعها، يعني كله بعد المغرب شويه، الاكل مش هيطير يا جماعه. بعد ما تروح تصلي التراويح تعالى كل حاجه تانية بس بسيطه، ما تاكلش كتير، وحاولوا تشربوا ميه، اهم حاجه على فترات، ما تجيبش برضو لتر ميه ولا 2 لتر ميه تشربهم مره واحده، كوبايه كل نص ساعه، حلو جدا، هيخليك مرتوي طول اليوم. وعلى فكره احنا لو ما حسناش بالصيام يبقى ما صمناش، يعني احنا مش الهدف مش الهدف من الصيام ان احنا ناكل ونشرب كتير بحيث ما نحسش باليوم اصلا. طب فين الصيام؟ فين الصيام؟ يبقى الخلاصه ان احنا ما ناكلش اكتر من احتياجاتنا، من اول ما توصل لنا اشاره الشبع نشيل ايدنا من على الاكل، ما ندخلش حاجه تاني بقنا. ودمتم اصحاء، ونتقابل في حلقه جديده ان شاء الله في صوم وتصح. السلام عليكم.